صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وهو يدشن سموه الحديقة الوطنية للحيوانات الجديدة بالرباط، حديقة تمثل أنظمة أيكولوجية على شكل محميات طبيعية تأوي مختلف أصناف الطيور والحيوانات البرية، سواء المحلية منها أو المستوردة، والتي هي في طريقها للانقراض. وقد تم تصميم حديقة الحيوانات بالرباط على مفهوم الفضاء المفتوح. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يقص الشريط الرمزي إيذانا بتدشين هذا الفضاء الطبيعي الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا، سيمكن من عرض جملة من الحيوانات بطريقة متميزة تحاكي المنظومات الطبيعية، مع تشجيع المجال السياحي والثقافي والبحث العلمي. هذه الحديقة غادي تلعب واحد الدور مهم لوضع كل المؤسسات العلمية اللي تهتم بالوحيش وبالتنوع البيولوجي في المغرب، سواء كانت معاهد، كليات، معاهد مختصة، معاهد تكوين، معاهد البحث، فكلها بطبيعة الحال غادي تنضم في نطاق عمل متعدد التخصصات للتمكن من معرفة جيدة بالنسبة للنظم البيئية المغربية. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وخلال جولة سموه بالحديقة طلع على جل المرافق بها ومختلف أصناف الحيوانات، كما زار سمو الأمير ولي العهد مولاي الحسن فضاء النظام البيئي من نوع السافانا، ثم البركة المائية التي تأوي حيوانات من قبيل التماسيح وفرس النهر، إضافة إلى مواقع تشكل نظاما بيئيا للحفاظ على أنواع مختلفة من الحيوانات النادرة. هذه الحديقة تطلع بالدور التحسيسي، تبين للزوار أولا كل الفصائل الحيوانية اللي توجد بالنظم البيئية المغربية، وفي نفس الوقت تعطي واحد النبذة عن الحالة ديال هذه الحيوانات، منها الحيوانات المهددة بالانقراض، منها الحيوانات اللي حاليا في مأمن، إلى غير ذلك. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حضر بالمناسبة عرضا فنيا قدمته لسموه مجموعة من الأطفال المتنكرين. عموما فحديقة الحيوانات الجديدة بالرباط هي بمثابة فضاء طبيعي سيوفر ضيعة بيداغوجية ستمكن الأطفال أيضا من التعرف على ثراء المغرب في مجال التنوع البيولوجي للحيوانات والنباتات والمساهمة في التربية على البيئة. لازم اسمر الله يبارك المرسيدي. إحداث حديقة الحيوانات في الرباط وفق المعايير الدولية المعتمدة سيقدم خدمة هامة للزوار بالنظر لاحتوائها على 5 أنظمة إيكولوجية قادرة على إيواء 1000 حيوان تنتمي ل 120 صنفا من مناطق طبيعية مغربية وإفريقية. الحسن قرشان والبشير رشاد. أخيرا تفتح الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط أبوابها للعموم، معلمة جديدة تنضاف إلى باقي الفضاءات الإيكولوجية بمواصفات ومعايير عصرية دولية، فضاء مفتوح يوحي بالطابع الإبداعي الذي يجعل الحيوان حرا طليقا، بل ويمتع الزائر عن قرب في مجالات طبيعية خضراء. أعتقد أنه منذ 2.5 أو 3 سنوات وأنا أباشر العمل على هذا المشروع بعد أن وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حجره الأساس. أظن أننا حققنا أول هدف، وهو جعل الحديقة فضاء مفتوحا وطبيعيا، سواء فيما يخص الزوار أو مجمل الحيوانات المتواجدة بالحديقة في بيئة طبيعية تساعد على تكاثرهم داخل هذا الفضاء. تتميز الحديقة الوطنية للحيوانات في حلتها الجديدة بتعدد أنظمتها الإيكولوجية الخضراء وتنوع فضاءاتها، إلى جانب التجهيزات والمرافق الجديدة والخدمات وكل ما يحتاجه الزائر من أجواء الاستجمام والراحة والترفيه.
المناطق اللي خلقناها في الحديقة الجديدة، هناك جبال الأطلس، هناك المناطق القاحلة، مناطق السافانا الأفريقية، مناطق الرطبة والغابة الاستوائية، وكذلك بالإضافة إلى الضيعة التعليمية. الاختصاص ديال الحديقة الوطنية للحيوانات هي عرض الأصناف الحيوانية ديال أفريقيا، ومن بينها كذلك الحيوانات ديال المغرب، المناطق الصحراوية، المناطق القاحلة. ثراء المغرب في مجال التنوع البيولوجي تختزله الحديقة الوطنية للحيوانات، صورة عن غنى النظم البيئية المغربية، فتواجد مثل هذه المؤسسة يلعب دورا